السلام عليكم. الموضوع اللي لازم ينحكى في هذا الإطار، أديجا تي في شو عم بتابعونا من زمان، إنه بدأوا الأديجا تي في شو بإطار جديد للعمل، خبروني فيه طبعا. إن شاء الله برنامجهم سواء كان من 1/2 1 شباط أو من 1 آذار سيبدأ. المهم في الموضوع إنهم عم بتابعوا كل النشاطات اللي بتصير في المجتمع الشركسي كامل، مش بس في الجمعية الخيرية الشركسية، أيضاً بتابعوا أي نشاط مشترك ما بين الجمعية وأي جهة تانية في المجتمع الأردني. الهدف إنهم يسوقوا أو يظهروا الفعاليات اللي بتساعد على تمكين الشباب، تمكين المرأة، تمكين المجتمع بكافة أطيافه، إنه يكون قادر على دعم التوجه العام للدولة، إنه نكون منتجين أكثر مما نكون مستقبلين لمعونة أو مستقبلين أو بعبارة بسيطة من أن نكون منفقين فقط. هذا التوجه بيعجبني كثير في الأديجا تي في شو. إحنا في الجمعية الخيرية الشركسية رح يكون تعاوننا مع هاي القناة اللي بتبث على الإنترنت دائم إن شاء الله، وبنفس الوقت رح يكون تعاونهم معنا في تغطية نشاطاتنا دائم. ما بدي أحكي زي ما عادة بيحكوا أشكر الأديجا تي في شو، لكني أشكركم فعلا، أشكر متابعتكم وأشكر صبركم وأشكركم على التغطية المستمرة لكل الفعاليات اللي بتصير في الجمعية الخيرية الشركسية. شكرا لكل من يشاهد، شكرا لكل واحد بنضم لهاي القناة حتى يتمكن متابعة كل أخبارنا فيها. سلام.